تبقاش قاعد في جنب كده ولا جنب كده، معاك احلى ترايبود يا معلم. اول فيديو ليك على اليوتيوب هو اللي هيحدد اذا كنت هتنجح على اليوتيوب او لا. علشان كده ركز معايا، علشان في الفيديو ده اعلمك ازاي تصور اول فيديو ليك ويكون فيديو كويس ويساعدك توصل لاكبر عدد من الناس. هناخد شويه نصايح مع بعض كده علشان تصور فيديو احترافي بالموبايل. اول نصيحه معانا وهو انك تنظف عدسه الموبايل قبل ما تصور بيها، علشان بيبقى عليها بصمات وعليها غبار، فتبدأ تمسك منديل وتمسح بيه العدسة علشان تنضفها. وتاني نصيحة طبعا انك تبقى قاعد في نص الكادر، متبقاش قاعد في جنب كده ولا جنب كده، خليك قاعد في نص الكادر وتخلي فيه مساحة فوق راسك كده، ما تبقاش المساحة مقصوصة من راسك علشان الفيديو يطلع كويس. ونيجي للجزئية اللي بعد كده وهي تثبيت الموبايل. أول خيار معانا عشان تثبت الموبايل هتبقى معاك ترايبود وتثبت عليه الموبايل. طيب لو مش معاك ترايبود هتجيب شوية كتب وترصهم وتسند الموبايل عليهم، ومعاك احلى ترايبود يا معلم. وحاول تسجل بالعدسه الخلفيه بتاعه الموبايل لان الجوده بتاعتها بتكون احسن. والعنصر اللي معانا بعد كده وهو الاضاءه، لازم تهتم بالاضاءه وتنظيم الاضاءه. طبعا عملنا فيديو عن الاضاءه قبل كده، تقدر تشوفه، هتلاقيه الرابط بتاعه في صندوق الوصف، شوفه بعد الفيديو ده. والعنصر اللي معانا بعد كده وهو انك تهتم بالصوت. وطبعا برضه عملت لكم فيديو عن الصوت وعن المايكات وانواعها وازاي تسجل صوت احترافي بدون اي تكلفة ولا مايكات ولا اي حاجة. طبعا برضو رابط الفيديو في صندوق الوصف، تقدر تشوفه بعد الفيديو ده. والخلفية بتاعت الفيديو حاول تخليها خلفية بسيطة او سادة، سواء كانت ستارة، ولو مش هتكون سادة حاول تخليها منظمة وما يكونش فيه حاجات عشوائية في كل مكان عشان ما تشتتش عين المشاهد. وبس كده، لو اتبعت النصائح دي والخطوات دي اضمن لك انك هتصور فيديو كويس جدا يوصل لاكبر عدد من الناس. ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة.